محامية حكيمي تكشف عن مفاجأة، وأم حكيمي تعلق على الأمر. دير لايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك انت الأول جديد الأخبار المغربية. محامية حكيمي تكشف عن مفاجأة، وأم حكيمي تعلق على الأمر. فجرت المحامية الخاصة باللاعب المغربي أشرف حكيمي مفاجأة من العيار الثقيل، معتبرة أن حكيمي يتعرض لمحاولة ابتزاز عقب اتهامه باغتصاب فتاة في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين الماضي. وكشفت الصحيفة الفرنسية لو باريزيان أن محامية أشرف حكيمي نفت نفيا قاطعا التهم الموجهة إلى الدولي المغربي، مشيرة إلى أن موكلها يتعرض لحملة ابتزاز. وتابعت: في رأيي يتبين من الوثائق التي بحوزة الضابطة العدلية أن أشرف حكيمي كان موضوع محاولة ابتزاز في هذه القضية. وأكدت ذات المحامية أن المدعية امتنعت عن تقديم شكوى، وأيضا الخضوع إلى الفحوصات الطبية والنفسية، كما امتنعت عن مواجهة لاعب فريق باريس سان جيرمان في الوقت الذي لا يمكن للنيابة العامة الاعتماد على أقوال طرف واحد. تقول المحامية. وأوضحت المتحدثة أن توجيه الاتهام من قبل المدعي العام الفرنسي إجراء طبيعي وروتيني. وكشفت سعيدة موح والدة حكيمي في وقت سابق أن المحامية المكلفة بالدفاع عن ابنها طلبت من العائلة عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية حفاظا على سرية التحقيقات. وتابعت: قلبي يخبرني أن ابني بريء وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهد له بأخلاقه العالية والمتزنة ولا يستحق ما حصل له. دير لايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك انت الأول جديد الأخبار المغربية.